قائمه وما ثم حتى ترشح ونأزق من جديد. شو الحل توا بعد الفراغ هذا، خاصة أنه السيد فؤاد قاسم كان أعلن أنه لن يكون رئيسا للنجم الساحلي بعد 17؟ والله الحل الحقيقه احنا كلجنه مستقله للاشراف على الانتخابات مش احنا باش نلقاو الحلول. ممكن اذا استشعرونا نعطيو راي من الناحيه القانونيه، لكن الحلول تكمن في الهيئه التسييريه الحاليه والسيد الكاتب العام ولجنه الدعم بطبيعه الحال اللي ما نعرفش هل انها تجتمع ما تجتمعش، هل انه ثم حلول في الافق، هل انه مش يقع اعاده دعوه لجلسه انتخابيه من جديد ونرجع نفس الترك اللي قاعدين ندوروا فيه توا مده، وهو انه نعمل على جلسه عامه انتخابيه وما يترشح حد ونلغيوا الجلسه ونعاودوا ندعيوا من جديد، هل انه سيقع الاتجاه الى تعيين هيئه تسييريه وقتيه كما جرت او كما وقع في عديد الحالات السابقه. هذا موضوع بطبيعه الحال اليوم كهيئه مستقله تشرف على الانتخابات ما عندناش الحل في الناحيه هذه. هذا كما قلت لك يرجع الى الهيئه التسييريه اللي من حقها او من واجبها ان تدعو لجنه الدعم ويقع النظر في مختلف الحلول، اما الوصول الى قائمه يقع الاتفاق عليها وتتعين جلسه انتخابيه او هيئه تسييريه حتى لا يكون فراغ في تسيير الجمعيه. طيب الاستاذ حافظ، انت محب للنجم الساحلي بدرجه اولى قبل ما تكون رجل قانون، وانت واحد من بين اطراف اللعبه ان صح التعبير، يعني عندكش كواليس؟ اتصلتش يعني باللجنه الدعم والمسانده؟ اتصلتش بالهيئه التسييريه؟ الحقيقه لا الحقيقه بعض الاتصالات البسيطه اللي لا حد ما دخلش في التفاصيل. الحقيقه فما اشياء كمحب الحقيقه شخصيا ما نحبش ندخل فيها. ماذا بيا نقعد على نفس المسافه من جميع المتداخلين، من جميع المسيرين ومن جميع الاحباء، خاطر احنا كدورنا كلجنه مستقله للانتخابات هو انه لازمنا نبقاو على الحياد. صح. على الحياد يخليك عاده تبقى في وضعيه مش باش نقول متفرج لا، ولكن وضعيه الطرف المحايد اللي ماذا به مهما كانت الهيئه اللي باش تخدم. احنا بطبيعه الحال نتقبلوا الترشحات نشوفوا مدى قانونيتها الى اخره، ما ندخلوش في الجانب هذا. عندنا صحيح في داخلنا اهتماماتنا وغرامنا وحبنا للجمعيه وغيرتنا عليها، هذاك موضوع. وموضوع الجانب المساله الموضوعيه اللي هي تستوجب الحياد وتستوجب كما قلت لك الوقوف بكل يعني حياديه مع الجميع، هذيك تخلينا ما نحاولوش احنا نكونوا طرف في الاختيار. واضح. اذا ما ثماش جلسه عامه انتخابيه نهار 17، يعني الغي. سيقع الاعلان عن الغائها نهائيا. هذاك الاعلان بطبيعه الحال يكون به الكاتب العام، لانه احنا تو عملنا محضرنا اللي هو في القانون الاساسي، مقتضى القانون الاساسي ما يصيرش فما قائمه تتقدم نحروا محضر ويقع رفعوا الى الكاتب العام. عملنا